في مثل بيقول لك تعرف فلان عشرته لا يبقى ما تعرفوش. في ناس لو عرفتهم عن قرب هتندم قوي انك انبهرت بيهم من بعيد. يعني في ناس اول ما تقابلهم بتنبهر بشكله، أنيق، شكله كويس، شكله جذاب، كلام كويس جدا، عنده حضور، عنده ضحكة حلوة، واثق من نفسه. وتبدأ بقى تبني صورة ذهنية كاملة عنه أو عنهم وتحطهم بقى في مكان يعني يمكن هم ما يستحقوش أصلا أو ما يقدروش يوصلوا ليه في يوم من الأيام، لكن كل ده من بعيد. المشكلة بقى إننا بقينا بنحكم بسرعة جدا، يعني انبهرنا بقى بسرعة وصدقنا بقى بسرعة وحبنا بقى بسرعة، فانبهرنا وصدقنا وحبينا كل ده بسرعة، واحنا اصلا ما نعرفش الشخص اللي قدامنا، يعني ما نعرفوش كويس جدا، ما نعرفوش عن قرب، ما نعرفش صفاته، اخلاقه، دينه، تصرفاته في الخفاء والعلن بيعمل ايه، ولا نعرف عنه اي حاجه. فالناس مش زي الكتاب. في ناس غلافها بيبقى حلو قوي، غلافها مبهر فعلا، لكن الصفحات جوه كلها فاضيه، مفيش فيها اي حاجه. وفي ناس بسيطه جدا جدا بس جواها كنوز لا تقدر بثمن. واللي بيعرفك فعلا مش بيعرفك عشان شكلك ولبسك ومالك وفلوسك والجاه والسلطه اللي انت فيها او الى اخره، لا. اللي بيعرفك هو من المواقف، من الشدائد، من مثلا ضغط انت تعرضت ليه، او موقف انت تعرضت ليه، او موقف عمله قدامك فانت ابتديت تحكم على صفات فيه او على شخصيته او كده. زمان قالوا ما عرفتك حتى عشرتك وما عشرتك حتى سافرت معك. السفر على فكره بيبين الناس ده بجد. عشان كده قبل ما تحكم اسأل نفسك كويس، أنا فعلا شفت حاجة كويسة، حاجة جوهرة، حاجة اتأكدت منها ومن معدنها وكده عشان أنبهر بيها، ولا المواقف دي كشفت لي حياته حتى لو كانت المواقف دي لسه في الأول. وأنت لازم تصبر عشان يبقى في بينك وبينه مواقف فتبتدي تشوف وتحكم، وبعد كده تنبهر أو تحب أو تقرب، ده قرارك يعني. كان معايا وقت تعب ولا بس كان في اللقطة الحلوة وخلاص مشي يعني. فالناس اللي بتقرب من غير ما بتعرف دي بتتوجع بسرعة أوي، واللي بيدي ثقته لأي حد بسرعة جدا بيخسرها وبيخسرها غالية أوي. فخد بالك مش كل اللي بيلمع بيكون ذهب، تمام؟ مش كل الناس اللي بتضحك لك بتبقى نيتهم سليمة ونيتهم كويسة. خد وقتك، افهم وراقب وعاشر، وبعدها بقى احكم، تمام؟ وهرجع أقول لك تاني يعني، مثل الشهير بتاعنا، تعرف فلان؟ عشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. يلا اشوفكم دايما على خير ودايما من احسن لاحسن. سلام.